المرحلة التاسعة ربطت بين الرياض وحرد على مسافة 686 كيلومترا، من بينها 358 كمرحلة خاصة. فبعد إجراء هذه المرحلة من رالي دكار الصحراوي، لا زال القطري ناصر العطية يتسيد رالي دكار الدولي. حامل اللقب حل سابعا خلال هذه المرحلة التي عرفت فوز السائق الفرنسي سيباستيان لوب. المرحلة شهدت انقلاب سيارة الإسباني كارلوس ساينز حامل اللقب لثلاث مرات: 2010 2018 و2020. ساينز 60 سنة يحتل الصف 100 في الترتيب العام بعدما عانى من أوجاع على مستوى الصدر طيلة المنافسات. وكان مواطن كارلوس ساينز الدراج خوان باريدا قد تعرض لسقطة ونقل على إثرها لإحدى المستشفيات بعد معاناة على مستوى الظهر. وفي فئة الدراجات النارية دائما الفوز كان حليف الأرجنتيني لويزيانو بينافيديس أمام الأسترالي توبي برايس والأمريكي سكويلر هاوس الذي لا زال يتصدر الترتيب العام، فيما القطري ناصر العطية وبخطوات ثابتة يسير نحو التتويج بلقب هذه النسخة.